تخيل معايا إنك وصلت لآخر نقطة في بحر اليأس، لدرجة إن الأمل نفسه بقى كلمة بتسمعها زي ما تكون لغة غريبة عمرك ما فهمتها. تخيل إن الفقر والكسل حصروك في أوضة ضلمة، وكل يوم بيعدي شبه اللي قبله، مفيش أي نور في آخر النفق. النهاردة أنا مش هحكي لك قصة نجاح عادية لواحد كافح وتعب، لأ، أنا هحكي لك قصة واحد كان مستسلم تماماً، واحد قرر إنه دوره في الحياة هو إنه يفضل نايم بينما مراته بتطحن نفسها عشانه. لكن اللي ما يعرفهوش إن السما كانت بتحضر له معجزة أغرب من الخيال، معجزة هتغير حياته بضمان أغلى وأقوى ضامن في الوجود كله. جهز نفسك وركز معايا كويس، عشان القصة دي مش مجرد حكاية، دي رسالة ليك انت. في قلب اسكندرية زمان كان عايش راجل مراته كانت كل دنيته، بس للأسف هو ما كانش كل دنيتها، كانت هي الشقيانة، هي اللي بتلف وتدور عشان تجيب حق لقمة العيش، وهو كان قاعد في البيت، مش قاعد بيساعد ولا بيفكر، لأ، كان قاعد مستني الفرج من السما يقع عليه وهو نايم في سريره. مراته كانت ست أصيلة بنت أصول، كل يوم الصبح تقوم من نومها تبص عليه بحسرة وتقول في نفسها يا رب قويني، وتخرج تدور على أي شغلانة بإيديها، يوم تغزل صوف، يوم تبيع حاجة في السوق، المهم إنهم يلاقوا ياكلوا. ولما كانت بترجع آخر اليوم ومعاها قرشين، كانت بتدخل عليه بابتسامة عشان ما تزعلهوش، وهو ياخد الفلوس ياكل ويشرب وينام. ولو في يوم رجعت إيديها فاضية كانت القيامة تقوم، يزعق ويصرخ هو أنا متجوزك ليه عشان أرجع ألاقي البيت فاضي؟ وهي المسكينة دموعها على خدها تقول بصوت واطي بكرة ربنا يكرم يا حبيبي. وكل يوم كانت تقول له نفس الكلمتين، قوم يا راجل اشتغل، شوف الناس حواليك بتتعب ازاي عشان تعيش، ربنا خلق لنا ايدينا عشان نشتغل بيها مش عشان نفضل نايمين. لكن كلامها كان زي اللي بيرمي مية في الرمل، كان رده دايما واحد، ماليش مزاج، مش قادر، هعمل ايه يعني؟ كان اليأس راكبه من ساسه لراسه. بس وسط كل الكسل واليأس ده كان في حاجة واحدة بس بيعملها، كان كل ليلة قبل ما ينام يبص للسما من الشباك المكسور بتاع أوضتهم ويقول بصوت كله مرارة يا رئيس الملائكة ميخائيل، أنا شايف حالي، أنا تعبت، ساعدني وارزقني. كانت دي صرخته الوحيدة في اليوم. وفي ليلة من الليالي وهو غرقان في نومه حلم حلم غريب، شاف نور قوي ملى الأوضة الضلمة، ومن وسط النور ده ظهر له رئيس الملائكة ميخائيل بشكله المهيب العظيم، وقال له بصوت زي الرعد لكن مليان حنية، لحد إمتى هتفضل في مكانك بتطلب المساعدة وإنت مش عايز تتحرك خطوة واحدة؟ السما ما بتساعدش اللي قاعد مستني، السما بتساعد اللي بيسعى، قوم اشتغل وأنا هكون معاك. الراجل صحي من النوم قلبه بيدق زي الطبول، مفزوع وعرقان، قعد يبص حواليه في الضلمة ويقول معقول ده حقيقي ولا حلم؟ لكن للأسف شيطان الكسل كان أقوى منه، قال لنفسه دي أكيد تهيؤات من كتر الفقر، ورجع شد الغطا ونام تاني. لكن الملاك ميخائيل ما كانش هيسيبه، الليلة اللي بعدها ظهر له تاني في الحلم، بس المرة دي كان صوته أقوى ونبرته حازمة أكتر، فيها عتاب الأب لابنه، أنا بقولك قوم وانت لسه نايم، بتطلب مني أباركك وأساعدك وانت رافض تساعد نفسك، لو كنت عيان كنت هشفيك، لو كنت عجوز كنت هسندك، لكن انت صحيح ومعافى، مش هطلب منك أكتر من إنك تتحرك. وهنا الملاك ميخائيل قال له على خطة واضحة وصريحة، بكرة الصبح تروح لواحد تاجر غني في المدينة وقول له عايز منك قرض 300 دينار عشان أتاجر بيهم، ولما يسألك مين اللي هيضمنك قول له بثقة الضامن بتاعي هو رئيس الملائكة ميخائيل. المرة دي الراجل صحي وهو حاسس إن مفيش هزار، كلام الملاك كان بيرن في ودانه، قام من سريره ومراته شافته قايم بدري استغربت، قالها أنا خارج، وراح على بيت التاجر الغني وهو مش عارف هيقول إيه، رجل بتتقدم ورجل بتتأخر.
وقف قدام البيت الفخم بتاع التاجر وبص على هدومه المقطعة وكان هيرجع تاني، لكنه افتكر كلام الملاك وخد نفس عميق وخبط على الباب. دخل على التاجر وحكاله القصة. التاجر بصله من فوق لتحت وقال له: أضمنك إزاي وإنت شكلك كده؟ وفين هو الضامن بتاعك ده؟ الراجل بص في عين التاجر بكل ثقة افتكرها في حياته وقال: رئيس الملائكة ميخائيل هو اللي هيضمني. التاجر الغني كان راجل تقي وبيحب ربنا. لما سمع اسم الملاك قلبه اتهز، حس إن الموضوع ده مش صدفة. ابتسم وقال له: عشان خاطر الضامن بتاعك ده أنا هديلك الفلوس. وفعلا اداله 300 دينار. من اليوم ده والراجل اتحول لواحد تاني خالص، خد الفلوس وسافر، وكل باب كان بيخبط عليه كان بيتفتح. أي تجارة يدخل فيها ربنا كان بيبارك فيها أضعاف مضاعفة. في خلال سنة واحدة بس 300 دينار بقوا آلاف، والخير كتر في إيده لدرجة ما كانش مصدقها. جه ميعاد سداد الدين، بس الراجل كان لسه في بلد بعيدة والبحر بينهم. يعمل إيه؟ يسافر إزاي ويوصل الفلوس في نفس اليوم؟ هنا الإيمان الحقيقي ظهر. راح على البحر وجاب حتة رصاص سيحها وعملها زي الكورة، وحط جواها 600 دينار ذهب، 300 بتوعه و300 هدية للتاجر، وكتب على الكورة اسمه واسم التاجر. مسك الكورة بإيده وبص للسما وقال بصوت يهز الجبال: يا ضامني الأمن يا رئيس الملائكة ميخائيل، أنا عملت اللي عليا ودورك دلوقتي توصل الأمانة لصاحبها. ورمى الكورة في قلب البحر، وبأمر من ربنا حوت ضخم كان بيعوم قريب فتح بقه وبلع الكورة. في نفس الليلة كان التاجر الغني بيحضر لعيد الملاك ميخائيل. الصيادين جابوا له حوت كبير هدية للعيد، وهو بيجهز الحوت للعزومة الخادم بتاعه لقى الكورة الرصاص دي في بطن الحوت. التاجر استغرب لكنه حطها على جنب وما فكرش فيها كتير وكمل احتفاله. بعد شهرين الراجل رجع اسكندرية وهو تاجر كبير والخير مالي إيده. أول حاجة عملها راح للتاجر الغني عشان يشكره. التاجر شافه وزعل وقال له: أنا وثقت فيك وفي ضمنك، لكنك اتأخرت عليا في سداد الدين. الراجل ابتسم بهدوء وقال له: أنا بعت لك الأمانة في ميعادها بالظبط، والضامن بتاعك استلمها بنفسه. وحكاله على اللي عمله. التاجر اتصدم، جري جاب الكرة الرصاص اللي لقاها في بطن الحوت، ولما الراجل شافها التاجر ما قدرش يمسك دموعه، بكى وقال: عظيمة هي أعمالك يا رب، أنا اللي كنت شاكك لكن ضمنك عمره ما يخلف وعده. فتحوا الكورة ولقوا فيها 600 دينار. التاجر رجع للراجل 300 بتوعه، وال300 التانيين وزعهم على الفقراء والمساكين احتفالا بالمعجزة دي. ومن اليوم ده الراجل الكسلان بقى أنشط تاجر في اسكندرية، والتاجر الغني بقى إيمانه أقوى، وبقوا هما الاتنين يحتفلوا كل يوم 12 في الشهر بعيد الملاك ميخائيل ويشكروا ربنا على معجزاته. الحكاية دي مش مجرد حكاية قديمة، دي رسالة بتقولك إن الإيمان لوحده مش كفاية، لازم معاه سعي وعمل. بتقولك إنك لما تاخد خطوة واحدة بس ناحية ربنا هو بيمشي ناحيتك 1000 خطوة. لو شايف إن الدنيا مقفلة في وشك ما تستسلمش، قوم واتحرك حتى لو بخطوة صغيرة. اطلب شفاعة الملاك ميخائيل وقول من كل قلبك: يا رئيس الملائكة ميخائيل، كن ضامني في حياتي وساعدني أبدأ من جديد. بركة شفاعته تكون معانا كلنا، آمين.